السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه متابعيني حبيب قلبي؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا لسه راجعه من السوق حرفيا مفرهده، بس جبت شويه مشتريات للعزومه عند جوزي، يا رب تشرفوا. بس لان جوزي الحمد لله كده بقى باركولي بقى، لان هو اترقى في الشغل عنده، اترقى واتكرم هناك، واصحابه بقى عايزين منه عزومه ما حصلتش. قلت له عشان تعزم صحابك بره يبقى طبعا مش اقل من 5-6 آلاف جنيه، واحنا ليه؟ انا هوفر لك ال 5-6 آلاف جنيه واديني 2000 او 3000 وانا اوريك انا هعمل لك بيهم ايه. اوريكم بقى مع بعض اشترينا ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اول حاجه اوريكم بقى ايه كميه اللحوم اللي جبتها. بس طبعا انا هاخد منكم افكار وانتوا تدوني، يعني انا هديكم افكار للعزومه بتاعتي وانتوا تدوني افكار، ناخد افكار كده من بعضنا ونشوف الدنيا تمشي ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جايبه ما شاء الله الفراخ، يعني اللهم بارك كده، الله اكبر. الحجم ما شاء الله، يعني الفرخه دي الفراخ يعني 2 كيلو و800، يعني اكتر من يعني من 3 الا ربع. اوريكم بقى انا جبت دي، ادي اول واحده. بسم الله. وادي بسم الله الرحمن الرحيم الثانيه برده ما شاء الله 3 الا ربع برده. والفراخ النهارده يا بنات ب 70 جنيه الكيلو، ب 70 جنيه. انا بقى جبت كميه فراخ محترمه، وطبعا اشتريت معاهم شويه حاجات من البيت، بس ما تزهقوش مني. الله اكبر. الفرخه اهو 3 كيلو، يعني ما شاء الله الاحجام يعني ولا غلطه. بس طبعا بقى ايه هنعمل بقى منهم مشوي، ونشوف بقى هنكمل بقى. والفراخ بقى طبعا تانية هوريكم اهو ما شاء الله الفراخ يبقى كده. يعني اللهم بارك كده ايه 5 فراخ بيضة، ودي اقل حاجه 2 كيلو ونص، دي اقل حاجه عندي، اقل حاجه انا جايبه او 2400 تقريبا. دي بقى قلت اخليها كده شويه كده زي ما هي متكتفه كده، مش عارفه الراجل عمل لها ايه، الجناح بتاعها اتكسر منه تقريبا، بس الحمد لله ان كل حاجه وصلت تمام. بس بصراحه الجو صعب وفرهده اخر حاجه. دول ما شاء الله 5 فراخ بيضة، يعني نقطعهم بقى كده ارباع ونشوف هنعمل فيهم ايه، لان هم طبعا عند جوزي يعني العزومه حوالي 20 فرد، فلازم طبعا تكون حاجه تشرف، لان العدد كبير. ومش عارفه بقى بصراحه، ربنا يكرم ويسهل. دي فراخ بلدي، الفراخ البلدي يا جماعه الكيلو ب 110، عندنا الكيلو ب 110. انا جبت كام فرخه؟ جبت كام فرخه بلدي؟ جبت 3، الثلاثه دول 5 كيلو ب 550 جنيه 3. الله اعلم بقى كده ضحك علينا في الميزان ولا كده ايه حلو، مش عارفه. بس هم الثلاث فراخ بلدي والخمس فراخ البيضه بحوالي 1000 ونص، ممكن يزيدوا حاجات بسيطه. دي كده ايه اللحوم بتاعتي. ده طبعا دي افكار كده، انا هعمل الفراخ البلدي دي ان شاء الله كده، يعني هحمرها كده في الزبده البلدي واعمل لها حشوه حلوه كده تكون تشرف يعني كده، والفرخه تتحط زي ما هي. وهنا دول الثلاث فراخ هعملهم كده. والفراخ البيضه دي بقى طبعا هعمل شويه منها، يعني هعمل كام واحده كده مثل مشويين، وهسلق واحدتين كده عشان الشوربه طبعا. اوريكم بقى ده يعني كده اللهم بارك 8 فراخ. وطبعا الاحجام ما شاء الله انتوا شايفين الحجم. هروح على بس كده لورا عشان ايه نشوف بقيه الحاجات معانا. وجبت معايا بقى هنا انا طبعا اللحمه يا بنات، انا مش بشتري الحمد لله لحمه، انا لما جيت طلعت من الفريزر اللحوم بتاعتي عشان طبعا ابقى تجهيزات العزومه بالليل وايه، ومش هبقى لاحقه اعمل كل ده. المطبخ بتاعي بصراحه ضيق جدا، فانا طلعت حوالي هنا، يعني انا معايا كميه لحمه اكتر من 3 كيلو او 4 كيلو. انا طلعت 5 اكياس عندي من الفريزر، لاني ما لقيتش عندي غير كيس لحمه مفروم واحد، كيس واحد لقيته مفروم، فقلت طبعا يعني هفرم عليه كيس كمان، والباقي هعمله كباب حله، ونعمل صينيتين مكرونه بشاميل. يعني لو عندكم افكار جديده يا ريت تنقذوني وتقولوا لي الافكار بتاعتكم. اول ما يتعرض عليكم الفيديو تقولوا لي الافكار على طول، لان طبعا انا كنت لسه بجهز في العزومه بالليل. لان انا كده يعني انا طلعت كده كميه اللحمه بتاعتي، يعني طلعت هنا ايه 5 اكياس لحمه، هزود عليهم كيس على اللحمه المفرومه ده، لان انا عندي اللحمه في الفريزر الحمد لله. انا بجيب كميات كبيره في العيد، ووالدتي بتجيب لي وحماتي بتجيب لي، وبصراحه جوزي ربنا يخليه لنا يعني والله ما قصر في شيء، بيجيب لي بصراحه بكميه محترمه، فهعمل بيهم. بس انا بقى عايزه يعني انا دي الافكار اللي عندي، اعمل كباب حله باللحمه، وهعمل صينيتين مكرونه بشاميل، وهعمل الفراخ دي فراخ محشيه،
والبلدي محشي وحمره بالزبده البلدي، والفراخ البيضه هعمل فرختين كده يعني مسلوقين ومتحمرين مثلا، او مسلوقين في الفرن كده، وهعمل 3 مشويين. فيعني دي الافكار اللي عندي بصراحه، انا مش عارفه اعمل افكار اكتر من كده. وقلت بقى يعني عشان طبعا هي العزومه كبيره وكده، فيعني الى حد ما. وطبعا عزومه يعني محاشي. جبت كرومبايه، الكرومبايه دي ب 35 جنيه، دي جبتها النهارده. المكان مش هياخد يعني الكرومبايه دي ب 35 جنيه، فقلت حلوه مش محتاجين اكتر من كده. بس انا طبعا جبت كل اللي محتاجاه، قلت لهم انت مالكش دعوه باللي موجود عندي في البيت، وتجيب لي كل اللي انا محتاجاه للعزومه بتاعتك. وهنا ده كيلو فلفل الحشو، ده كيلو سليم. الكرومبايه دي ب 35 والكيلو الفلفل ده ب 15 جنيه. وجبت كمان كوسه عشان طبعا نعمل محشي مشكل. ما شاء الله الكوسه زي الفل. الكوسه ب 35، انا ما اعرفش هي كده غاليه ولا رخيصه، ب 35 جنيه. جبت 2 كيلو ب 70 جنيه ال 2 كيلو. وجبت نص كيلو ليمون عشان طبعا الفراخ لسه ما اتغسلتش وما اتنقعتش، واي تتبيله هعملها طبعا هيدخل فيها الليمون. الليمون برده نص كيلو ب 20 جنيه، برده رفع مش عارفه ليه كده. وطبعا معايا هنا طبعا انا اللي عندي في البيت انت مالكش دعوه بيه. كيلو كيسين لسان عصفور عشان نعمل شوربه لسان عصفور، والكيسين دول ب 20 جنيه. وجبت 2 كيلو مكرونه قلم، جبت ال 2 كيلو عشان لو عملت مثلا ال 2 كيلو كلهم او عملت كيلو ونص يبقى عندي ال 2 كيلو دول ب 50 جنيه. برده رفعت، كنت جايباها قبل كده ب 22، دلوقتي الكيلو ب 25 على لسان العصفور. يعني انا اعمل برده الحمد لله، يا رب بس تكون العزومه ربنا يكرمنا بس فيها وتطلع كل حاجه مظبوطه وزي الفل. وطبعا اللي انا كنت جايبه برده الشهر اللي فات كيس رز زي ده كده 5 كيلو، كان ب 125، لقيته ب 120. جبت كيس، قلت له عشان طبعا لو حمرنا رز اكيد لازم يبقى فيه رز موجود، او رز بسمتي، بس انا بصراحه قلت ده حتى لو ما استخدمتوش يبقى عندي، يعني لو ما احتجتوش في العزومه يبقى عندي بالبيت. بس جبته يعني انا استغليت الفرصه اللي هو معايا فيها، فقلت لا لازم نجيب كل اللي احنا محتاجينه عشان ما اجيش يعني تاثر على حاجه، يبقى كل حاجه عندي بزياده. والحمد لله ربنا يخليه لي طبعا، والله بيجيب لي كل حاجه كتيره وربنا يبارك لنا فيه يا رب، جوزي وفي عمره ويبقى يوصل لاعلى المناصب يا رب. والخضره بتاعتي يا جماعه انا مش عارفه، الخضره دي ب 15 جنيه. الخضره مش احسن حاجه خالص في الصيف ده، مش عارفه ليه كده. يعني دول كده وست فضلت مشكور ادتني ربط الجرجير عيانه اهي، دول كده ب 15 جنيه، يعني تقريبا الثلاث ربطات ب 5 جنيه بس اهو، يعني الحمد لله. ايا كان بقى هنعمل ايه، قلت هاتي ربط الجرجير بقى دي وخلاص مش مشكله، انا اتبرعت بيها على ابو 15 جنيه ماشي. وهنا كيلو فلفل اخضر، الفلفل طلع حراق جدا، مع اني كنت عايزه اجيب بلدي بس قلت مش مشكله، عشان طبعا الاذواق مش كلها زي بعضها، ناس بتحب الحراق وناس ما تحب البارد، فانا عندي ده وعندي ده، يعني عندي البارد في الثلاجه وده استخدم منه برده لو حاجه احتاجنا منها وصفه تكون يعني حد بيحب الاكل سبايسي شويه. وهنا بقى طبعا البتنجان الابيض، البتنجان برده رفع. انا كنت جايبه لما عملت معاكم الفيديو بتاع التفريزات، لو اللي ما شافش الفيديو بتاع التفريزات لازم يشوفه ويقول لي ايه رايه في التفريزات بتاعتي. كنت جايبه البتنجان ده، كنت جايبه ال 2 كيلو ب 15 جنيه، يعني كنت جايبه ساعتها 5 كيلو، 3 كيلو ب 20 وجبت 2 ب 15، دلوقتي الكيلو ب 15 جنيه، يعني ما فيش كلام، دول 3 كيلو ب 45 جنيه، اللي هو الحاجه رفعت في ما فيش. اللي انا كنت بقول لكم ساعتها ان احنا يعني ساعات بنجيب الحاجات غاليه وساعات ما بنلاقيهوش، اهو احنا لسه في الصيف اهو ما خلصش ولا حاجه، ورفع الكيلو ب 15، يعني دول 3 كيلو ب 45 جنيه. وهنا لوبيا خضراء برضو، قلت يعني برضو يبقى لازم في اكل كده خضار جنب المحاشي والحاجات دي. مش عارفه افتح الكيس، فجبت لوبيا وبصراحه برضو يعني حلوه، يعني الكيلو ب 35 جنيه، جبت 2 كيلو ب 70 جنيه.
مش احسن حاجه دلوقتي برضو، انا جبتها في اول ما طلعت كانت احلى من كده، بس اللي لقيته موجود بقى بصراحه، لان الباميه خلاص جابت اخرها كده وبقت مش احسن حاجه الباميه دلوقتي، فما رضيتش اشتريها، قلت بلاش. ارحل بس كده الحاجات شويه. نسيت اوريكم، جبت كمان ازاز زيت، يعني عندي طبعا من الشهر اللي فات انا كنت جايبه ازازتين، بس جبت عليهم واحده كمان لان طبعا ما حدش يضمن الظروف، فجبت ازاز زيت، هي دي برضو ب70 جنيه ان انا ممكن احتاج، فيبقى برضو ابقى عامله حسابي. وجبت هنا بقى كمان معانا، يعني انا بصراحه شكلت شويه حاجات للبيت، قلت نستخدمه واللي ما نستخدموش يبقى موجود في البيت اللي بعد كده. جبت بطاطس، لانه ال5 كيلو بطاطس الكيلو بكام يا ربي؟ الاتنين ب45 جنيه، كيلو ب22 جنيه ونص، يعني دول ب112 جنيه ال5 كيلو. وبرده هي يعني مش احسن حاجه، بس طبعا هحطها في التلاجة، مضطره احطها في التلاجة لانها بتبوظ بسرعه جدا، بس انا قلت استغل الفرصه بقى، مش هو عايز يعزل يبقى يدفع. والطماطم بتاعتنا ما شاء الله زي الفل، الطماطم زي التفاح، يعني دول ال5 كيلو طماطم الكيلو ب15، برضو رفعت شويه بس حلوه، يعني ال5 كيلو دول ب75 جنيه، وطبعا انا متاكده ان مش هيتكفوا ال5 كيلو، فانا عندي طبعا في الفريزر عندي يعني مفرزه كميه كفايه هستخدمها، ولما تخلص يبقى نجيب تاني مفيش مشكله. الحمد لله طالما الخير موجود يبقى الحمد لله، فضل ونعمه من عنده، نستخدم منه، ولما يخلص يبقى نجيب تاني. ومعايا هنا كمان معايا الملوخيه الخضراء، انا كنت جايبه، عملت الفيديو بتاع التفريز بتاعها، اللي ما شافوش برضه ينزل يشوفه، كنت جايبه الملوخيه، كنت جايباها كيلو ونص ب10، دي ب10 جنيه كيلو، حلوه برضه، مش فرق كتير بس دي حلوه، يعني بصراحه زي النعناع كده، جبت كيلو ب10 جنيه، اللي هو انا برضه موفره له كتير. معايا ايه تاني؟ معايا بقى هنا بصراحه يعني معايا حاجه ساقعه، انا عارفه ان كتير هيقول لي انها مقاطعه وكده، بس معلش يعني يا جماعه، يعني انا جبنا 7 البلاتة دي ب 140 جنيه. يعني بصراحه لما بيبقى في ضيوف او كده بتبقى الانواع التانيه مش احسن حاجه، وانا لسه ما جبتش صراحه عصير، يعني ما عنديش اي عصاير هنا تتعمل، لا لسه ما خزنتش مانجا ولا عندي الحاجات دي، فقلت بقى بالمره يعني يجيب لنا الحاجه الساعه تبقى في الفريزر ولو في الثلاجه لو احتاجنا، وممكن اجيب بقى فاكهه كمان اعمل عليها عصاير. واستنوا بقى لسه معايا كمان بعد الحاجه الساعه، طبعا انا جبت زبده بلدي بصراحه، عشان انا طبعا اكل زي كده ما ينفعش يتعمل غير بزبده بلدي. جبت كيلو ونص زبده بلدي ب 450 جنيه، يعني هنا عندنا في البلد 300 جنيه، جبتها يعني الست كنت قايله لها عليها، فبمجرد ما رجعت من السوق ما شاء الله عليها كانت جهزتها لي في البيت، لقيتها بعت لي بنتها بيها، يعني ما شاء الله كيلو ونص زبده بلدي ب 450 جنيه. قلت مش مشكله، عشان طبعا الاكل يبقى طبعا طعمه بالزبده البلدي وكده وحلو، ف يعني الحمد لله. وطبعا لازم تكون عزومه بقى محترمه وكده، بس طبعا ما ينفعش اجي كده من الفيوم برضو من السوق. جبت برضو القالب ده كده، لقيته في السوبر ماركت ب 75 جنيه، ده نص كيلو، قلت مش مشكله نجيبه نستخدمه مع اي حاجه تانية. وجبت بقى طبعا علبه جيلي، مش عارفه كيس تقريبا ب 15 جنيه او ب 20 جنيه حاجه زي كده، وكيس كريم شانتيه ب 15 جنيه. وطبعا الحلويات بقى جوزي قال لي بقى لا بلاش انت تعملي حلويات، خليكي في الاكلات والحاجات دي، بدل ما يعني المطبخ صراحه عندي ضيق جدا، وبيبقى صعب في حكايه العزومات دي، بضطر انا بعمل حاجه جوه وبطلع بره للي جاي يساعدني، يعني انا اللي بتمرمط حرفيا في العزومات. فقال لي لا بلاش حلويات خالص، انا هشتري الحلويات جاهزه، وانت بقى خليكي في الحاجات بقى في الاكل وكده، بس كده والحمد لله. وكده يعني كده حلوياتنا نجيبها من بره، واللحوم الحمد لله بتاعتنا لحمتنا خلاص قربت تفك وخلصنا كده مشترياتنا، وان شاء الله نعمل بقى عزومه تشرف كده يا رب، ان شاء الله تكون حاجه كده
لها قيمه كده، وتكون تشرفه قدام اصحابه، ويا ربنا يقويني بس واقدر اعمل كل ده، وربنا يستر وكل حاجه تطلع مظبوطه. طبعا بقى فاضل كمان هخبز بقى، مش متبقي لي طبعا الحاجات دي انا هتبلها واجهزها كده من بالليل، وهظبط الدنيا عشان مش هينفع كل ده يتعمل في وقت واحد، لان المطبخ عندي مش احسن حاجه. الله والحمد لله، وربنا يفرحنا ويفرحكم، ويجعل بيتي وبيوتكم كلها خير وبركه ورزق يا رب، وراحه بال، والحمد لله، وربنا يديم علينا نعمه الستر. ولحد هنا بقى كده خلاص مشترياتنا خلصت من اللحوم بقى، مشتريات العزومه بتاعتنا. وزي ما قلت لكم يا ريت تدوني افكار قبل ما ابدا اي حاجه، انا هتبل واجهز وانتوا تدوني افكار. يعني التتبيلات دي عموما ما فيهاش خساره، انا هتبل واجهز وانتوا الافكار عليكم بقى. انا قلت لكم الافكار اللي عندي، ضيفوا لي بقى افكار جديده تشجعوني على اللي انا بعمله، يبقى خلاص كده الحمد لله، وربنا يعدي العزومه على خير. واشوفكم في فيديو جديد، وصفه جديده، ومشتريات جديده، واكلات جديده. باي باي.